أبو هريرة المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما في جنازة، وفي ركبه الحسين بن علي رضي الله عنه. تعب سيدنا الحسين، تعب فقعد في الطريق. وقف أبو هريرة وهو أسن من سيدنا الحسين، أكبر سنا، وهو المحدث أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو هريرة. مع ذلك أخذ ينفض التراب عن قدمي سيدنا الحسين بثوبه، يقول الحسين: يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا، يعني أنت. قال: دعني، فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم. يعني أنا أعلم منك بك وبقدرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنزلتك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام.